اهلا بيكم فيديو جديد على اليوتيوب. لو انت اول مره تشوفوني، انا اسمي منى وعندي اكونت على الانستجرام. كان عندي قبل ما افتح اليوتيوب شانل دي، فلو مش عاملين لي فولو روحوا شوفوا كل الحاجات هناك ريليتد بالسكين كير والهير كير وكل الكلام ده، وفي ريفيوهات على منتجات كتير جربتها. فالمهم النهارده هنتكلم عن الغسولات وازاي نستخدم الغسول وايه الغسولات المفضله بالنسبه لي. هقول لكم النهارده على 10 غسولات بحبهم وكل الكلام على الغسولات وليه ما ينفعش نستخدم صابون. فلو عايزين تعرفوا كل الكلام ده شوف فيديو للاخر. هنبدأ بأول سؤال أو أول موضوع شائك بالنسبة للغسولات، ليه ما ينفعش نستخدم صابون على بشرتنا؟ أول حاجة البي اتش بتاعت بشرتنا من 4 ل 6، فالغسول احنا نستخدمها يصح ان تكون البي اتش بتاعت ما بين 5 إلى 5.5. الصابون بقى البي اتش بتاعته كام؟ البي اتش بتاعته من 10 ل 12. شايفين الفرق؟ طب ايه اللي بيحصل لو البي اتش بتاعت بشرتنا اتغيرت؟ بشرتنا بتقدر تتعامل مع العالم الخارجي بالبي اتش المناسبه ليها. ايه اللي بيحصل لو البي اتش بتاعت بشرتنا زادت واستخدمنا صابون؟ اول حاجه الالتهابات هتزيد، لو عندك حبوب الحبوب هتزيد. الصابون بيخلي بشرتنا تتأذى جدا جدا. بلاش تجيبوا غسول اللي هو 2 في 1. غسول وسكراب. غسول فيه حبيبات فيستخدميه كل يوم، الحبيبات بلاش كل يوم، بلاش حبيبات كل يوم مهما كان هو غسول يومي مكتوب عليه غسول يومي في حبيبات، كل الكلام ده لا مضر ببشرتنا. لان السكراب ما ينفعش نعمل سكراب كل يوم لان ده تقيل قوي 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 على بشرتنا. فكل الحاجات دي بتبقى دعايه 2 في 1 عشان تحسي ان انتي وفرتي فجبتي منتجين في منتج واحد. بلاش. اهم نصيحة بالنسبة للغسولات، بلاش تجيبي الغسول اللي بعد ما تغسلي وشك تحسي ان انت وشك مشدود، مش عارفة تضحكي، مش عارفة تتكلمي، حاسة ان كل الزيوت بتاعت وشك راحت، حاسة ان وشك مش مرن. الحركة دي معناها ان الغسول مش مناسب ليكي اطلاقا اطلاقا اطلاقا، وكده بيضر بشرتك مش بتفيديها ابدا. بليز محدش يجيب غسول بينشف وشه ويجرده من كل الزيوت اللي فيه. هو الموضوع يبان تافه شويه بس مهم والله. ازاي بنغسل وشنا؟ اول حاجه نغسل ايدينا كويس جدا جدا، ما نحطش ايدينا على وشنا الا وهي نظيفه. بليت وشي وبعد كده هستخدم الغسول كريمي لاروش افيكلار اتش، وهعمله على ايدي الاول قبل ما احطه على وشي. وبعد كده هعمل زي حركات دائريه لمده 60 ثانيه على وشي عشان اتاكد ان انا وشي نظيف بشكل كويس. وبعد كده هنشف وشي بمناديل وبالطبطبه، مش بالمسح الجامد. افضل 10 غسولات انا جربتهم وبحبهم جدا. اول واحد هو فيشي للاويل سكين، ده تحفه جدا، يعني اكتر غسول انا برشحه للبشره الاويلي غير ما نشف وشي، بيدي انتعاش لطيف قوي. في ساليسيليك اسيد، وده ساليسيليك اسيد وظيفته ان هو بينظف المسام بعمق، فبيخلي انسداد المسام اقل، شكل الرؤوس البيضاء اقل، الحبوب الصغيره اقل. فكل ده بالنسبه لي كان حلو، وده اللي انا بشرتي بتبقى محتاجاه. وكمان لو انت بشرتك مثلا مش دهنيه وعايزه تستخدميه، ممكن تستخدميه مره واحده بس في اليوم، والصبح هتستخدمي غسول لطيف، ده بحيث ان انت ما تنشفيش بشرتك وما تحسيش ان انت استخدمتي حاجه اقوى من ما بشرتك محتاجه. غسول رقم 2 هو لاروش افيكلار جل، ده برضو حلو جدا لو حد بشرته بتفرز زيوت، بيقلل من شكل الزيوت جدا، بيساعد ان هو بيقلل من ظهور الحبوب. حد بشرته مش دهنيه قوي وعايز يستخدمه زي ما قلت برضو ممكن يستخدمه بالليل بس، والصبح يستخدمه جنتل. واكتر غسول جنتل ولطيف جدا على الجلد هو لاروش افيكلار اتش اللي هو الكريمي، ده حلو جدا جدا، بيدي نعومة وبيرطب وبيهدي الجلد لو في احمرار. ده بالنسبة لي اكتر غسول بحبه جدا الصبح، خصوصا في الشتاء، مش بينشف وشي خالص وبيخلي جلدي مرتاح قوي قوي قوي. وناس قالت لي كمان جربته وقالت لي ان هو بيحسوا نفس الاحساس ده. وغسول السيباميد الفوم، ده بستخدمه وانا بشرتي بتبريك اوت بتطلع حبوب، استخدمت حاجه مناسبه عايزه انضف المسام بتاعتي كويس جدا، فمش بلاقي اختيار احسن منه بصراحه. وخامس غسول ده بتاع يورياج البشره الجافه،
ده حلو جدا جدا جدا، لو بشرته جافه جربه وهيدعيلي بجد. وغسول SVR مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة والمعرضة للحبوب. هو عبارة عن جل كريمي فيه نسبة أحماض مقشرة، بيحسن من ملمس الجلد، بنقدر نستخدمه عادي كل يوم، مفهوش مشكلة. النسبة بتاعته قليلة، وكمان الحمض المستخدم فيه خفيف، مش بيحسي الجلد. هو بالنسبة لي كان لطيف في موضوع ملمس البشرة ده، وان هو بيساعد في الحبوب انها تقل، وبيحسن من افرازات الزيوت. الغسول ده مناسب لكل انواع البشرة، خصوصا البشرة العادية او اي بشرة. بحبه جدا استخدمه الصبح، بيدي ملمس كده لطيف، وبيخلي الوش ناضر اكتر، في مضاد اكسدة وفي فيتامين سي، فبالنسبه لي هو اختيار لطيف. والميسلر ووتر على فكره يا جماعه غسول برضو، انا اتعمدت احطها هنا. يستحسن وانت بتستخدميها تشطفي وشك، انا بحب جدا استخدمها الصبح برضو كغسول جنتل جدا جدا جدا. عايزه امسح وشي كده بسرعه واحط باقي الروتين بتاعي الصبح وانزل. وغسول ميدوتوبيك للاويل سكين في ساليسيليك اسيد، واحنا عارفين طبعا ساليسيليك اسيد مهم جدا لاي حد بشرته دهنيه او معرضه للحبوب، لانها بتنظف المسام بعمق وبتقلل ظهور بقى الحبوب الصغيره اللي مزعلانا كلنا دي. فالغسول ده لطيف، كمان بيساعد ان البشره تبقى مترطبه لان هو كريمي، فحلو جدا لاي حد عايز غسول لطيف ما ينشفش بشرته في نفس الوقت، يقلل من الزيوت وينظف المسام بشكل كويس. والغسول ده من فارماسيرس للبشرة الحساسة، ومناسب لكل انواع البشرة، مناسب كمان لمنطقة العين، بينضفها حوالين العين، مفهوش عطور، مش بيحسس الجلد، بينضف الجلد بشكل كويس، فهو غسول لطيف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا رب، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، ولو مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، ويستنوني ان شاء الله كل خميس هنزل فيديو. والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون عن الخطوة رقم 2 في الاساسيات.